الكاتب السعودي الإعلامي السعودي فهد الروقي من الكويت. مساء الخير يا فهد. مساء النور أخوي خالد ومساء النور لضيوفك الكرام. الله يحييك يا فهد. جميعا. أهلا وسهلا. أولا أنا أرحب وأشكرهم للأمانة، بشكر برنامج المجلس اللي كان أو شكل نسخة مصغرة من دورة الخليج. هكذا هي مجالس الخليج وهكذا هي حواراتهم، نختلف نتفق، تظل أرضية المحبة والأخوة هي الأصل في كل شيء. أنا عندي معلش أخوي خالد أعطوني مساحة وقت قليل بس بدون ما تحطون التوقيت. أوجه رسالة للأستاذ الكبير الأستاذ صالح الحمادي ولأبو صقر وحييك دكتور مدني رحيمي ولخالد سلمان وأحمد الرواس. طبعا بدون يعني الزملاء كلهم، بس الأسماء الخمسة هذه اتهمهم مقدم البرنامج ومذيع أو منشطة خالد جاسم بأنهم يضللون الرأي العام في أكثر من حلقة. وأنا اليوم أقول لكم أنه الأستاذ خالد في بداية الحلقة أشار إلى أني وجودي في الكويت وأني مع اللاعب الدولي عبد الله غبران، وفي هذا تضليل للرأي العام. أرجو أنكم يعني تتناقشون معه بإسهاب لماذا حاول تضليل الرأي العام الرياضي في الخليج. في نقطة خالد أنا بس بوجهها لأخوي فيصل، باعتبار أنه الإعلام كان شريك كبير جدا في نجاح البطولة أو في التماشي مع البطولات الخليجية، وعليه تقع مسؤوليات انقسام. الأخ فيصل العيات ما زال مصر إصرار عجيب الأمانة، وعنده خلط عجيب بين مسألة الرأي والمعلومة. لا شك أنه كانت هناك آراء مختلفة أثبتت يعني تتكلم عن مسألة إقامة البطولة أو عدم قدرة اليمن على استضافة هذه البطولة. كلنا نسمع وليس كمن سمع كمن رأى، لكن أثبتت عملية الرؤية أنه كل هذه الأخبار غير صحيحة. وأنا وجهة نظري الشخصية أنه هذه من أنجح بطولات الخليج، إن شاء الله أنها تتم بخير. والسبب الأول والأخير قدرة الأشقاء اليمنيين على الاستضافة، ثم الجمهور اليمني اللي يعني نرفع له كل شيء وقارا وإجلالا وتقديرا على تفعيله في المباريات كرة القدم بدون حضور جماهيري هي أشبه بالمقابر. لكن الجمهور اليمني أحياها وأعاد الحياة إلى أطرافها. في وقت كنا نشاهد مباريات دورات الخليج، مباريات معينة في غالبها للمستضيف هي التي يعني تدب الحياة في أطرافها، إلا هذه الدورة في كل المباريات. خصوصا يعني أثني على مباراة اليمن مع الكويت والسعودية مع قطر، رغم وجود مباراة للمنتخب اليمني شقيق، أنه كان جمهور يمني كبير حاضر مباراة السعودية وشقيقة قطر. الأخ فيصل يقول إنه يعني على مسألة الرأي والمعلومة، أساسا حرية الرأي مكفولة لكل إعلامي، وكل كاتب يستطيع أن يبدي رأيه إذا بني على صحيح. طبعا الأخ أحمد الرواس أنا لي لديه نقاط إضاءات جميلة جدا طوال البرنامج، ولكن الأخ فيصل قال قبل قليل يعني أنه فاقد الأهلية. كان فيصل يقصد بها المعنى الحقيقي لمعنى فاقد الأهلية، فهو قد أخطأ على أحمد الرواس، ويستحق الرواس أن يعتذر له، وإن لم يعتذر فيصل فأنا أعتذر للرواس تقديرا ومحبة للرجلين. شكرا يا فهد، شكرا يا أخي. لأنه فاقد الأهلية كلمة يعني ما حاول يفسرها فيصل، هي ليس بالتفسير الحقيقي ولا الصحيح. وما أعرفه عن فيصل تحديدا في هذا البرنامج أنه رجل متمكن في عباراته ويعرف دلالاتها، فإن كان لا يعرف معنى هذه الدلالة فهي ليست لائقة في كل الأحوال. في الأستاذ عدنان درجال أو الكابتن عدنان درجال، ودي أن المخرج يأتي بلقطة عليه فقط، ويكفيني أنه فيصل ينظر إلى عدنان بهذا الزي فقط ولا تعليق بعدها. حرية شخصية هذه عزيزي، حرية شخصية هذه ما لها علاقة بأي شيء. لا أنا يعني منظر عدنان درجال، منظر عدنان درجال مسألة خاصة فيه، مع كامل حبي وتقديري للأستاذ عدنان.
الكابتن عدنان، ومسألة لبسي ما البسه مو من شأنك ولا تتدخل فيه لو سمحت. ان الله جميل يحب الجمال. لو سمحت لا تتدخل في شيء ما يعنيك، هذا الشيء لا يعنيك، فرجاء خليك في حدود امورك الشخصية، هذه مسألة شخصية انا المعني عنها. انت الحين اذا سمحت لي ممكن ارد عليك؟ هلو؟ تفضل. انا ما ادري كيف ممكن ان اتناقش وياك وانت تتهم بالكفر من لا يعتبر نادي الهلال نادي القرن. انت مو في احد كتاباتك قلت ان من لا يعتبر نادي الهلال نادي القرن كافر؟ لا. بترجع عن كلامك يعني. هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، أنا لا أنتظر منك مع كامل حبي وتقديري لك أنك تعلمني الفارق بين الرأي والمعلومة. أنا بنيت رأيي على معطيات، المعطيات هذه إذا أنت كإعلامي تعتبرها خطأ هذا شأنك. إذا كان في اليمن مصدر واحد للمعلومات لقلت لك أوكي أنا غلطان، بس المصادر متشعبة، أنا مسؤول عن رأيي. أنا ذكرت المسألة طالما دخلت في إطار مخاوف وهواجس فالإقامة يفترض ما تصير في اليمن. الشغلة الأهم من هذا كله أن أنا عبرت عن هذا الرأي قبل 2 أو 3 أشهر في برنامج المجلس في القرعة، وإعادة طرح هذا الموضوع لا تعود إلي. برجع إلى الأخ خالد جاسم، هو طرح علي سؤال هل أنت متمسك برأيك؟ قلت له أنا رأيي ما تغير فيه شيء، ليش أطالب بتغيير رأيي أملكه؟ حقي هذا تستلبه مني؟ انت اعلامي اجي تعيب علي اني انا عبرت عن رايي؟ استغرب منك يا اخي. طيب انت اخو خالد لو سمحت، انت انهيت كلامك يا فيصل؟ تفضل. طيب انا ما قاطعتك طوال انا ما قاطعتك. طيب انا كنت يعني ارى انه احيانا انه الاستاذ حسان او الشيخ حسان كان سنان معلش، انه كان يعني الى حد ما قسى عليك قليلا في مسألة انك تبني ارائك على اشاعات، وقد ثبت بالدليل القاطع يا شيخ سنان انه هذا الرجل دليلك خاص فيك انت، هذا دليل رايك انت. لو سمحت هاي مو ملزم لي انا. فيصل. لا هو قاعد يتهمني، هو قاعد يتهمني الحين. لا بس هو بقول شغله، الظاهر يطرشك رساله يعني ورطك باشاعه غير صحيحه. لا ما حد طرش لي رسائل عن موضوع الكفر يعني فيصل. لا انا قاعد اقول لا فيصل لحظه استاذي، لحظه استاذي، لحظه يا استاذي، لا اعطاك مجال تتكلم. لا يتجاوز على حقي في التعبير عن الرأي. لا يعلمني، انا ما انتظر منه هو ولا غيره يعلمني. لا بس هو هذا في هذه الجزئيه لحظه، في هذه الجزئيه مو من حقه، لا ما اعطيه مجال في جزئيه تعليمي، ما انتظر منه يعلمني. لا تعطيه مجال. لا ما انتظر منه يعلمني. لا بس تعطيه مجال. كل واحد كل يوم يتعلم الانسان التعليم المهدي. انا ما انتظر منه يعلمني. انا رافض المبدا، رافض المبدا. يا شباب يا الهيات، الروقي اعطاك مجال لازم تنصت له يا اخي. طيب حماد، الوحيات اللي حاطه في صدرك تهدأ ان شاء الله يطول عمرك. كلام الله خليك تكمل. لحظه لو سمحت احمد الرواسي، اظن فهد الروقي معاي وهو يستطيع ان يتكلم ولمده 5 ايام متواصله. بس بارك الله فيك، مثقف وفاهم وواعي لما يقول. لا في محامين هني عنه. لا محامين. الوحيات اللي في صدرك يا ساكت، ما خليك ما تسكتني انت. يا لا احمد الرواسي، احمد الرواس. لا رجان كلمه ليش سكت. احمد الرواس رجان. احمد رجان. انا خالد اول حاجه لي سكتنا. احمد واثق من نفسي ومعروف انا بالرواس، اذا ما تعرفني معروف نفسي، ما احتاج الاهليه منك. احمد في ضفار كلها تعرفني شيء. احمد الرواس قبائل كثيره ونرجع. احمد الرواس. لا لحظه. احمد رجان انا اطلب منك الهدوء لو سمحت. شكرا لو سمحتوا. شكرا. نهدى لو سمحت. بارك الله فيكم. شكرا. تفضل يا فهد الروقي. شكرا خالد. الأخ فيصل، فهد الروقي ولد في العاصير فلن يخاف الرقائق والنسمات الرقيقة. في مسألة بناء قبل قليل يعني أحاول أنه يسبق كلمة بأنني كفرت من لا يعترف بلقب نادي القرن الهلال. أنا لدي الدليل الذي يدعم توجه الشيخ سنان في مسألة أنه يعتمد على إشاعات، وليتها إشاعات، بل أنه اعتمد على مواقع مشبوهة فيها من المحاذير الشرعية ما الله به عليم. مواقع تأتي على لحوم البشر، تغتاب اخوانها المسلمين وتستخدم في الاخلاق هذا فعلا في النيل من اعراض. دش في الموضوع يا عزيزي، لا تلف وتدور، دش في الموضوع. شو بتقول؟
بدي تعلمني درس في الاخلاق. خليه يكمل. قاعد يقول لي يا فيصل دش في الموضوع. صر جو تو ذا هيد. ارأى في الحال. ايش؟ لو سمحت. جو تو ذا بوينت. تو ذا هيد بوينت. من يقام دليل على الله. هيد بوينت بعد. جو تو ذا هيد بوينت. بس اي نعم. الراجل يكمل. خليه يكمل. ما قلته تحديدا يا اخي، وبالعكس انا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحم الله من اهدى لعيوبي. فهد الرومي. انا درس هذا يا اخي. اراء أخ فهد، اما على رسائل سم. أخ مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. أنت أول ما بديت ذكرت هنا الشباب اسم لا، لا، لا. وتجاوزت بعض الأسماء، هل هي عمدا؟ لا ماجد انا ما تجاوزت ما تجاوزت. انا قلت الاسماء هذه اتهامها خالد لانها ضللت الراي العام، وانا اطالبهم بالرد على خالد من باب المداعبه فقط، ولا كل المجموعه كلهم لكم كامل التقدير والاحترام. انما اردت ان ابين 5 اسماء خالد اتهمهم صراحه او مزحا من باب المداعبه بانهم ضللوا الراي العام من ضمن الحوارات والنقاشات الجميله. انت اخ ماجد لك كل التقدير والاحترام، ولم اتجاهل احد، لا منكم ولا من غيركم، بالعكس انتم اخوان. البرنامج لولا المتابعه والاهميه القصوى التي حظي بها من خلال دورة الخليج لما حظيتم بهذا الميزه والتقدير الكبير جدا. وللامانه سبق انه طرحت في اكثر من مره إشادة كبيرة، وليست يعني ما يبي إشادة، هي كلام حق وواقع في حق البرنامج أنا أراه، وكامل التقدير للأسماء. بس إني لما اخترت 5 أسماء كان من باب إنه كان بينهم مشاكسات مع خالد فقط هذه الأسماء، ولا كلكم يعني. أبشرك يا فهد على راسي ما عندي خليفة يا عيال، حطهم للقائمة. لا أقول لك أبشرك إنه ماجد خليفة يحط على رأس القائمة. المظلمين للرأي العام. كان سبق انه ماجد الخليفي اتهم بهذه التهمه، وانا والله ما شفتها لانكم سببتوني يمكن بنفصل من العمل لان اجلس الى ساعات الفجر وانا اتابعكم. فاذا كان ماجد اتهم بهذا الاتهام وانا ما انتبهت له والغيته من ضمن القائمه فانا اضمه الى القائمه. لا إن شاء الله أنا بريء منهم إن شاء الله. لا يا اخي طالب بقناه 100 سنه ما يقال. هو في الصداره. أنا في شغلة، أنا في قلت كلمة ما يجوز أقولها. إيه تقول وحيات هذه بس. وأنا قلت وحيات ورفقت اللي أنت حاطه على صدرك. لا ما هو عزيز، ما حطيته عند قلبك يا صالح. والله ما يحتاج. سيدي خادم الحرمين دائما قريب من القلب في القلب، مو قريب في القلب. في القلب نعم. رفقه معزة. باقي نقطة أخيرة أخوي خالد. نعم. أقول للأخ فيصل يعني ما دام إنه احتقن على مسألة اللبس. شخصية المسألة شخصية. لحظة ليش تعطونا فرصة؟ مسألة شخصية هذه. أنا برجع لك أنا أعتمد عليك في شغلة. سم حبيبي. أنا هاي 5. خالد العتب علي ولا على فيصل؟ لا على فيصل هيات، مو عليك يا اخوي. ما انا ما اقدر اقول لك شيء، بس بسالك سؤال واحد يا فهد. تفضل حبيبي. انت حاليا في الكويت ولا في السعوديه؟ انا في الكويت. في الكويت. يا جماعه لحظه شوي يا فهد، صباح على خير ومع السلامه. في وين في الكويت تحديدا؟ في اي منطقه يعني؟ في العاصمه. في العاصمه. صباح على خير، طال عمرك، مع السلامه. بس دقيقه كلمه اخيره في خالد. تفضل طال عمرك. للاخ فيصل يعني معليش يا فيصل تحملني شويه بس. تفضل. ما كل بوتيك عنده تخفيضات يكون جيد. شنو؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ما سمعت شنو قال؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. غلط بعدين. السلام عليكم. سلام. شنو قال؟ ما سمعت شو قال؟ لا يقصد الملابس. حرية شخصية هذه.